أولا يجب أن تعلم أن ملك المغرب هو سليل أسرة تحكم منذ 4 قرون، وهو أمير المؤمنين. وهو أمير المؤمنين طبعا، وهو أمير المؤمنين. أنت تقول أنه محمد السادس الآن هو أمير المؤمنين في المغرب. نعم، أنا أقول أن محمد السادس هو أمير المؤمنين في المغرب. ما هي مواصفات أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية؟ وما هي مواصفات أمير المؤمنين عندك أنت؟ الخلق، الدين، الورع، العلم. ومن قال لك أن هذا غير موجود عند ملكنا؟ من الذي يقول لك هذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض. أمراء المؤمنين عبر التاريخ مختلفون، كان في عمر الخطاب وكان في معاوية بن أبي سفيان، هذا أمير المؤمنين محمد السادس. أعجبك الحال هذا حقك، لم يعجبك هذا حقك، لكن يجب أن تكون مقتنعا بأن المغاربة هم على هذا الأمر منذ 4 قرون. نعم. هذا اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يقال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي مواصفات أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية؟ وما هي مواصفات أمير المؤمنين عندك أنت؟ الخلق، الدين، الورع، العلم. ومن قال لك أن هذا غير موجود عند ملكنا؟ من الذي يقول لك هذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض.